نقطة زوباميندي اللي هو طبعا شفت مروان سري والناس عمالين بص هو اسمه كده، فاحنا هنعمل ايه يعني؟ الراجل اسمه كده. ف... بص يا عم، هو فانت طبعا ايه رايك في احنا الصفقة؟ خرجنا من باريس فقاموا مدينا الثقه، ده شغل البي ار بتاع ارسنال. انت متضايق ان الموسم صفري، طب خد الصفقه ايه يعني، اتلهي فيها بقى ولا يعني اي حاجه. بص زوباميندي عنده 3 حاجات انا عايز اتكلم عنها. اول حاجه الراجل ده التمرير بتاعه، قدرته التمريريه. الراجل ده السنه دي عامل 1368 تمريرة صحيحة من أصل 1627، يعني معدل 84.1% تمريرات صحيحة. ده من الأوبن بلاي. طيب دي النقطة الأهم بقى اللي أنا دي أكتر حاجة محمساني لزوباميندي. إيه هي؟ إن الراجل ده في الفاينل سيرد في التلت الأخير ده عامل كام تمريرة؟ عامل لك 291 تمريرة صحيحة من أصل 424 بمعدل 68% مع ريال سوسيداد، اللي هو فريق مش طبيعي ان هو يبقى مهاجم على طول، ومش طبيعي ان هو يبقى محاصر الفرقة التانية وزانقها. فانك تعمل عدد التمريرات ده، عدد تمريرات 424 ده كتير، فمعنى كده انك لعيب بتاخد الريسكي باس، ودي حاجه ارسنال مفتقدها جدا. ارسنال ما عندوش لعيب في نص الملعب كرييتور خالص، اللعيب اللي ياخد التمريره الغير امنه اللي هي ممكن توصلك او تكسر خط او كده. فدي حاجه ممكن ارسنال يستفيد منها من زوباميندي، خاصه في الماتشات اللي ارسنال بيلعب فيها فرق لو بلوك وبيبقى الديفندر زي الديفندر اللي قدام وكل الفرق اللي قدام، فاهم؟ انت هتبقى متواجد في الثلث الاخير كتير جدا. فده كمان الرقم ده مرشح ان هو يزيد. والراجل ده يعني جورجينيو معانا لما كان بيلعب، وبالمناسبه انا بشكر جورجينيو على الفتره اللي قضاها معانا، لان انا شايف ان هو قضى معانا فتره كويسه، وشايف ان هو كان صفقه ناجحه يعني في الاوقات اللي احنا احتاجنا فيها. كان نفسي يعني ياخد معانا بطوله بس ربنا ما عرضش، فاهم؟ فاللي جورجينيو كان بيعمله في الاوقات اللي كان بيلعب فيها هو ده، ان انا ازاي اكسر الخط قدام فرقه متكتله. فدي حاجه ارسنال هيستفيد منها من زوباميندي. ايه النقطه اللي انا كنت خايف منها بس في حاجه انا لقيتها يعني خلتني اقلل خوفي منها، هي ان الراجل ده التحاماته، الراجل ده جسمه مش قوي، زوباميندي جسمه مش قوي، فالتحاماته في البريمير ليج بقى وانت بتلعب ضد العتاوله دول، انت هتقدر تستحمل ده؟ هو في اسبانيا الموسم ده في الدولز الجراوند دولز يعني كسبان بنسبه 56%، نسبه مش عاليه قوي. وفي الاريال ديولز بنسبه 61%، نسبه كويسه يعني. فانت هل هتستحمل انك تلعب ضد اللعيبه البدنيه دي؟ دي النقطه اللي انا كنت خايف منها. ولكن في حاجه بقى، انا الراجل ده انا فاكر ان هو في اليورو في الفاينل كان اسبانيا وانجلترا، الراجل ده نزل قدام انجلترا في الفاينل بعد ما رودري اتصاب الشوط الاول. فانا بصيت على ارقامه في الماتش ده، وهتلاقينا الصوره دي معانا، إيه ان الراجل ده في الماتش ده دخل 5 التحامات ارضيه، كسب ال5، عمل 3 تاكلز صحاح ال3. الراجل في الماتش ده مفيش ولا لعيب عرف ان هو يعني يدربل عليه، ما خسرش الاستحواذ ولا مره. فدي نقطه طمنتني شويه. وكان اكتر لعيب لمس الكره في الشوط الثاني اكتر من اي لعيب في انجلترا، وصنع فرصه، وكان نسبه تمريراته الصحيحه 92%. فدي حاجه طمنتني شويه ان الراجل ده لا هينفع، وخاصه ان ده لعيب كان ليفربول عايزه، وتشافي قبل الموسم اللي فات على فكره برشلونه كان عايزه بس ما كانش معاه فلوس، كان شايفين ان هو ده يبقى خليفه بوسكيتس. وحتى ريال مدريد طلع كلام بس احنا كنا مخلصين معاه، يعني هو طبعا لو ريال مدريد كان ظهر بدري كان راح ريال مدريد، بس احنا مخلصين معاه من يناير يعني. فانا مع يعني شايف ان هو بعد الكلام ده هينجح. اخر حاجه عشان ما اطولش، ان الراجل ده برده بول كارير كويس، الراجل ده ممكن ياخد لك الكوره ويطلع بيها، فدي برده حاجه كويسه وحاجه تقدر انها تخلق لك فرص وتفتح لك مساحات. عشان برضو الناس ما تفتكرش ان انا راضي عن الصفقه 100%. انا ما عنديش اعتراض على زوباميندي كلاعب، ما عنديش اعتراض عليه كلاعب، ولكن انا اعتراضي ان هل ارسنال يمتلك رفاهيه ان انا اصرف 60 مليون في لعيب نمره 6 ديفندر في الوقت اللي انا محتاج فيه احتياج غير عادي ان ادعم الخط الامامي بصفقتين على الاقل ان لم يكن 3. بالظبط. ان انا ممكن كمان احتاج بديل لساكا، يعني مش ليفت وينج وميجا بس، انا ممكن احتاج بديل لساكا لان الراجل ده بيتنحر معاه طول الموسم.
فانا اعتراضي هو ان انا لا امتلك رفاهيه صرف المبلغ ده في المكان ده في الوقت ده، بس مش انا بالظبط يعني انا هاخد من نفس النقطه اللي انت اتكلمت فيها الاخيره دي، هي دي يعني انا كاحمد هتكلم دلوقتي عنه، عن اللاعب في رايي برضو حاجات هتكلم فيها انت اتكلمت فيها بالظبط. نفس القصه اللي انت قلتها بالظبط اللي ختمت بيها، هي اعتراضي الوحيد انا كاحمد على الصفقه انها 60 مليون وانها اول صفقه ليك، فاهم يعني انت عملت يعني حاجتين مشكلتين. اول مشكله انها اول صفقه ليك ودفعت فيها 60 مليون، فانت لما تيجي تتكلم بعد كده انت نسبيا هتبقى اقل في المفاوضات، الناس هتعلي عليك، انت دافع 60 مليون في زوباميندي. وتاني حاجه ان انت هل الرقم ده محتاجه في كده يعني في كده البروفايل ده؟ طب ايه البروفايل ده بقى؟ هو ده اللي انا هتكلم عليه، هي نفس النقطه اللي انت اتكلمت عليها فيها، وانت صراحه قلت حاجه رائعه جدا، هي فكره ان انت اتكلمت عليه في جورجينيو. فانت قبل ما انت بس يعني قبل ما اي حد مثلا يهاجم الصفقه قوي او يبقى متعاطف مع الصفقه قوي، لازم يفهم انت الاول شاريه ليه، فاهم؟ انت شاريه عشان انت جورجينيو ده ماشي، فاهم؟ انت عايز واحد يبقى كده. انت بتعاني لما بتخلي ديكلان رايس دي مقارنه ما بين زوباميندي وتوماس بارتي، ماشي؟ انا مش عايز اتكلم على ليه انا بقارن ما بين الاثنين اولا، مع ان الاثنين بروفايلين مختلفين، عشان اوضح الفكره. بص مثلا هتلاقي كده بوزيشن ادجستمنت تاكلز، هتلاقي كده على الشمال خالص الحكايه دي. هتلاقي هنا بص، هتلاقي هنا توماس بارتي عامل 3.2 في الماتش، يعني في ال 90 دقيقه عامل 3.2. هتلاقي زوباميندي عامل كام؟ 2.6. رقم مش وحش، بس لما تيجي تتكلم يعني ايه اصلا البوزيشن بوزيشن ادجستمنت تاكلز يعني ايه؟ يعني الفكره هنا مثلا فريق زي السيتي، خلاص فريق زي السيتي ده مثلا بيستحوذ على الكوره 70 60% مثلا دايما، ماشي؟ فراجل زي رودري هيتظلم يعني لما تيجي تقارنه مثلا مع واحد زي مثلا اي لاعب تاني مثلا كازيميرو، اي حد هيتظلم لما تقارنه في الفرقتين مع بعض. تقول لي مثلا الراجل ده كازيميرو احسن ديفندنج ليه؟ عشان الراجل بيعمل تاكلز اكتر، مع ان الفريق الثاني ده مستحوذ على الكوره 60%. فهم عملوا احصائيه بتتحسب بطريقه بكويشن معين ليها علاقه بالاستحواذ فرقته على الكوره، يقول لك التاكلز دي مقارنه بالتاكلز دي، فاهم؟ فيحط لك ان النسب بتاعت الاستحواذ تبقى في حاجه اقدر اقول لك انا وانت نقارن ما بينها، يعني اقدر اقارن ما بين كازيميرو ورودري مثلا، اقدر اقارن في حاجه زي كده في سيستم زي كده. فالحكايه دي هنا بتقول لك ايه؟ يعني انا عايز اقوله ان انت ارسنال كده كده نسبته اكيد اعلى في السيطره على الكوره من ريال سوسيداد، ماشي وكده. فهتلاقي ان الراجل ده دي هتلاقي بتبين ان معنى كده ان في جاب كبير ما بين توماس بارتي وما بين زوباميندي في التاكلز. هتلاقي كده نسبته عاليه في السرعات الهوائيه، فهتلاقي في ناس بتتكلم تقول لك ان هو سرعته الهوائيه يبقى الراجل ده جامد جدا فيها، زي ما انا قلت دلوقتي. بالظبط نفس الفكره باكدها، يعني مش بنفيها، يعني انت اللي انت قلته صح، ان هنشوف الاختبارات دي لما يتعرض فيها في الدوري الانجليزي، لكن اقصد في الدوري الاسباني هتلاقي نسبه عاليه ونسبه حلوه ليه لصالحه ايجابيه. لكن ايجابيه ليه؟ لان انت لما تيجي تبص بقى هنا ايه النقطه اللي انا هتكلم فيها، الصوره الثانيه هتلاقي كده حاجه اسمها ايه؟ البي بي دي اي. ايه البي بي دي اي دي؟ البي بي دي اي دي بتبين لك ان فكره القدره يعني كل قد ايه باصه مثلا، يعني انا وانت مثلا بنبني الكوره ورا، خلاص انا واحد ثالث ضغط، انا وانت بنبني الكوره بره اهو، واحد ثالث بيضغط علينا، كل بصه انا بعملها ده اكشن ديفنسيف اكشن، انا بعمل تاكل عليك ده ديفنسيف اكشن، خلاص. فده بيوريك حجم الضغط قد ايه، قوه الضغط. فهتلاقي هنا مثلا الترتيب كالعاده طبعا برشلونه من ايام حتى بايرن ميونخ فليك فاهم؟ بي بي دي ععنده مش طبيعيه. هتلاقي معناها انها لما تبقى قليله تبقى معناها انها حلوه جدا عاليه جدا، يعني دي حاجه جامده جدا، ماشي؟ فهنا هتلاقي الرقم بتاعها قليل 6.57 ماشي مثلا. بعد كده هتيجي تبص بقى على مين الفريق الثالث؟ ريال سوسيداد، هتلاقيه 8.45 ماشي. طب ده معناه ايه؟ ببساطه شديده معناه ان انت بتتكلم ان الفريق بيضغط عالي جدا، ماشي؟ بيضغط عالي جدا، فبالتالي زوباميندي مش موجود في التحامات هوائيه مع لعيبه فطاحل قدام مثلا او مهاجمين قدام او بيتعرض للحاجات دي، لا هو بيتعرض اغلبيه الوقت زي ما انت قلت كده للجراوند ديولز كتير جدا، بيتعرض اكتريتها كده. ولما بيتعرض لاريال بيبقى برده مع لعيبه مش طوال جدا، وهو مش قصير قوي، هو 5'11 تقريبا، او الفكره ان هو اقل من جورجينيو بحاجه بسيطه، فاهم؟ فهو بيضغط عالي جدا، بيبقى مع الفريق قدام في الضغط، مش ورا واقف جنب قدام المدافعين، لا هو قدام جدا، فبيلتحم قدام، فهيبقى بيتعرض لالتحامات هوائيه مع لعيبه
في نفس طوله تقريبا.